وصفة النهاردة ما قدرتش بجد ما شاركهاش معاكم رغم ان احنا صورناها قبل كده، بس بحشوة بيتزا. نفس العجينة هنعملها النهاردة بس بحشوة مختلفة، هنعملها بحشوة برجر. بصراحة لما جربتها ما قدرتش، قلت لا لازم اجربها تاني واصورها لكم تاني، لان هي بجد اختراع. متأكدة جدا جدا ان هي تعجبكم وهتعملوها مرة واتنين وتلاتة. خلونا نبتدي على طول ونشوف الطريقة والمكونات. اول حاجه طبعا بنحضرها هي العجينه بتاعتنا. مقادير العجينه بتاعتنا: كوبايتين من الدقيق اللي هما 280 جرام، عليه رشه ملح صغيره تقريبا ربع معلقه، معلقتين كبار من السكر، معلقه ونص صغيرين من الخميره الجافه، وهنزود اختياري معلقه كبيره كده من الحليب البودره، لو موجود استخدموه، لو مش موجود تقدروا تستغنوا عنه، هو بيدي طراوه حلوه جدا جدا للعجينه. زودت عليهم تقريبا كوباية الا ربع من الحليب الدافي، يكون دافي شوية عشان يشغل معانا الخميرة، خصوصا كمان ان الجو الايام دي برد جدا. هنعجن العجينة دي لحد ما تتلم معانا دقيقة دقيقتين ولا حاجة، وبعد كده نزود اخر مكون من مكونات العجينة بتاعتنا اللي هو الزبدة. هنحتاج معلقتين كبار من الزبدة الطرية، تكون بحرارة الجو كده، يعني تكون طرية نقدر نضغط عليها ونعجنها مع العجينة دي. هتلاقوا العجينة فرفتت كده وبدأت تبوظ منكم، ما تقلقوش، هنكمل عجن 10-15 دقيقة لو على ايديكم، لو في العجانة 7-8 دقايق ولا حاجة، لحد ما تبقى عجينة زي ما انتم شايفين كده طرية ملساء وناعمة، بس في نفس الوقت بتلزق حاجة بسيطة. مسحة زيت ونغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما حجمها يتضاعف. في الوقت ده هنحضر الحشوة. هنحتاج طاسة تكون سخنة فيها معلقتين زيت مع مكعب من الزبدة، نسيبهم يسخنوا كويس جدا على نار تكون عالية جدا. اللحمة تحب تنزل في طاسة سخنة على نار عالية عشان ما تنزلش المية بتاعتها. حطيت ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة، هتكفي معانا كمية العجين اللي احنا عاملينها، وزودت عليها شوية بهارات: ملح، فلفل اسود، بابريكا، ممكن تحطوا رشة قرفة صغيرة، بهارات لحمة، ممكن كمان تحطوا معلقة كبيرة كده من بهارات البرجر الجاهزة اللي هي بتاعت ماجي والكلام ده. زودت كمان بصلة صغيرة متقطعة صغير، فص توم كده صغير، بحب احطه على اي تعصيجة لحمة لاي وصفة في الدنيا، ما اقدرش استغنى عن فص التوم في تعصيجة اللحمة بصراحة. واقلبهم واسيبهم لحد ما يستووا كويس، واركنهم على جنب لحد ما يبردوا تماما. في الوقت ده كانت العجينة بقى خمرت واتضاعفت كده على الرخامة بقى او السطح اللي هنشتغل عليه. رشة دقيق خفيفة ونقسمها ل8 قطع. كوبايتين دقيق هيعملوا معاكم 8 وحدات حجمهم متوسط. وزن القطعة الواحدة تقريبا كان 70 جرام، فعملوا معايا 8 بالظبط. بدأت بقى ان انا اشكلهم على شكل كور يكونوا منتظمين كده وشكلهم املس وناعم زي ما انتم شايفين، واغطيهم واسيبهم يرتاحوا على الاقل 10 دقايق عشان بس ما يقاومناش في الفرد. ونبتدي بقى باول واحدة عملناها بعد ما ارتاحت 10 دقايق. نفردها بسمك يكون متوسط، بس الاطراف تكون رفيعة عشان لما نلمها على بعض ما تعملش كورة عجين زيادة. فبحاول اخلي الاطراف رفيعة كده عشان لما المها يكون حجمها منطقي وما يبقاش عجين كتير. ونبدأ بقى نحط الحشوة. زي ما قلت لكم الحشوة فليكسبل جدا، احنا عملناها مع بعض قبل كده بحشوة بيتزا، ممكن تحطوا اي حشوة تخطر على بالكم. حطيت شوية من اللحمة المفرومة بعد ما بردت طبعا، شريحة جبنة شيدر اللي هي بتاعة البرجر قسمتها ل4، حطيت منها ربع واحدة كده، مع شوية هالوبينو مثلا خيار مخلل. ممكن نحط كمان جوه جبنة موتزاريلا، مكعبات طماطم، بصل، ممكن تحطوا كاتشب ومايونيز، بس بصراحة انا بفضل ان انا احطه بعد ما الساندوتش يستوي عشان بخاف يخلي العجينة من جوه معجنة شوية. فبحب احط الاضافات اللي هي السايلة دي اللي هي زي كاتشب، مايونيز، اي صوص عايزة احطه بعد ما الساندوتش يستوي. بنقفل بقى العجينة كويس جدا، اهم حاجة ان احنا نقفل العجينة كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بلم الاطراف على بعض واقفلهم بصوابع كده كويس، واتاكد مليون في المية ان انا قفلت العجينة كويس جدا. شايفين باكد ازاي؟ لازم العجينة بجد تكون مقفولة عشان ما تخرجش الحشوة من جواها وهي بتستوي في الفرن. رصيتهم في الصينية اللي يدخلوا فيها الفرن، تحتيهم ورقة زبدة لو موجود، لو مش موجود ممكن مسحة زيت بس في الصينية كده بس عشان ما يلزقوش. وغطيهم واسيبهم يخمروا تقريبا ساعة برضو في مكان يكون دافي. وبعد كده بجيبهم وامسحهم الاول مسحة حليب. انا ممكن استخدم بيض، بس البيض الايام دي مش متوفر قوي، الحليب موجود واقتصادي وبيدي لون حلو، هو حليب كويس قوي. وزودت عليه كمان رشة سمسم، وعشان السمسم يكون ثابت بعد ما بدهن الحليب وارش السمسم بدهن تاني بحليب، يعني بطبطب عليه بالفرشة كده بحليب، بيثبت وما بيتحركش ابدا. دخلتهم فرن متسخن كويس، حرارة 200 في الرف التاني من تحت، بياخدوا تقريبا 20 دقيقة. واهم نصيحة: اول ما يخرجوا من الفرن على طول مسحة زبدة، حوالي معلقة صغيرة من الزبدة للكمية كلها، مسحة خفيفة قوي على وش العجينة، بتخليها طرية جدا، القشرة ما تكونش بتتقشر كده، وطعمها وريحتها بجد تجنن. اوعوا تتخطوا الخطوة دي، هتفرق معاكم جدا، لازم تجربوها، بتخلي العجينة طرية بشكل مش طبيعي، لازم تجربوها.
شوية صودا بقى وتستمتعوا بساندوتش برجر بطعم وريحة تجنن. يعني بصوا هتتخيلوا كده معايا، هو ساندوتش برجر لحمة حقيقية بطعم البرجر مع الإضافات اللي احنا طبعا بنحبها وبنفضلها، في عيش أو خبز فريش، يعني خبز بالزبدة والحليب فريش. متخيلين الطعم؟ فحاجة بجد رهيبة، لازم تجربوها، خصوصا الناس اللي عندها أطفال أو الناس اللي بتحب تحط حاجات في الفريزر وتطلعها على الميكرويف وياكلوها. تحفة، هيعجبكم جدا. تخزنوه بقى زي ما انتوا عايزين في الفريزر، يطلع على الميكرويف هيبقى كأنه مخبوز حالا. ممكن كمان تعملوه لللانش بوكس بأي إضافات وأي حشوات تانية، مش لازم لحوم. لازم تجربوه، متأكدة ان انتوا لو جربتوه هتدمنوه. بالهنا والشفا مقدما، ويا رب الوصفة تعجبكم، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد.